راحت تسأل على بنتها، قالوا لها سيدناها قاعدة مع شاب جوه. دخلت لقت بنتها بتتخطف، جريت وراهم ركبوها عربية. واحد منهم عاوز يضربها ولكنها ضربته بسرعة وجريت ورا العربية لحد ما مسكت في باب السواق. الضانة غالي برضو يا شباب، ولكنها وقعت بس تسكت لا، جريت من مكان تاني وأزحت من فوق العربية. وانت مش هتخسر حاجة لو عملت لايك دلوقتي. موتت السواق بمفتاح العربية بتاعتها، ولكنها وقعت وأغمى عليها والسواق جاي يا ولاد. الواد التاني نزل وساق هو العربية وخطف بنتها، وهي فاقدة الوعي بتقول لنفسها لازم ارجع بنتي خلال 72 ساعة قبل ما يبيعوها ويتصرفوا فيها. يا ترى انت مين وايه حكايتك؟ تعالوا نرجع سنة لورا. الفيلم بيحكي عن الاتجار بالبشر يا ولاد، وبطلت حكايتنا النهاردة جندية في القوات المسلحة الخاصة، وقامت بحروب كتيرة جدا لبلدها ومعروف عنها انها لا تهزم. يعني قالت حرب ماشية على الطريق، وبسبب شغلها في الجيش ما كانتش بتشوف بنتها غير في الأعياد بس. ولما جوزها توفى رجعت هي عشان تربي بنتها، وكانت بتقول لها دايما ما تطلعيش بره لوحدك. البنت طبعا ما سمعتش الكلام وطلعت، وحصل اللي حصل واتخطفت. يلا بقى نكمل الحكاية. بعد ما وقعت فيكي على الأرض وهي مغمى عليها، بتفوق تلاقي نفسها فين؟ متعلقة من رجليها وجنبها جزار بشري عاوز يقطعها حتت. بتقول له فين بنتي؟ قام الواد ده قال لها ده انت جامده قوي، حرقت النادي كله وقتلتي 5 من رجالتنا. قالت له كنت بدور على بنتي. وقالت له بكل ثقه هديك فرصه واحده بس، قول لي مكانها فين وانا سيبك تعيش. طبعا قاعد يضحك. وانت متعلقه يا شيخه؟ يا نهار ابيض. وضربها بالسكينه في رجليها. جاله اتصال من سلوفان بيساله موتها ولا لا؟ قال له لا تقلق يا صديقي. قامت المعلمة فيكي قطعت الحبل. قامت المعلمة فيكي قطعت قامت المعلمة فيكي قامت المعلمة فيكي خلع السكينة من رجليها وقطعت الحبل، وقاموا ضرب في بعض، واشتغل التشريح فيه بالسكينة ولا اللي بتقطع سلطة وخيار. وقالت له كان عندك فرصة وانت ضيعتها يا ابن العيال. اخر مرة هقولك فين بنتي؟ معرفش. وهي بتعذبه يا جماعة. طيب مين هو سوليفان؟ مع التعذيب قال لها مكانه. وهنا راحت معلمة فيكي عشان تراقب سوليفان، وعرفت ان العصابة دي اسمها المنظمة، والمدير هو سوليفان، وبيبقى فوقه الرئيس اللي مش بيظهر بسهولة. وصل سليفان هنا على مكان الجزار وشاف اللي عملته فيه. واحد هنا بيقول له هل نبلغ الرئيس؟ قال له لا، هو مش بيحب الضعيف وممكن يموتنا لو عرف ان واحدة مبهدلانة كده. نسيب فيكي والجماعة دول ونروح على مركز الشرطة اللي بيحقق في حريق النادي وقتل 5 من اشخاص المنظمة. عاوزين يعرفوا مين السبب ورا كل ده، ومن مفتاح العربية اللي قتلت بيه الواد ساعة ما كانوا خاطفين بنتها. عرفوا ان العربية نوعها كذا وصاحبتها كذا، وعرفوا انها فيكي وهي اللي ورا ده. كده هيدوروا عليها وهيوصلوا لها من رقم عربيتها. وقال للظابط الصغير ده روح راقب بيتها. نرجع لفيكي اللي راحت ورا سوليفان، جهزت نفسها لاصطدام جامد وحصل. نزلت بسرعة تقتل فيهم. تحت العربية موتت الباقي لحد ما طلع سوليفان. خدته واحدة قاضية فاضية. فين بنتي؟ معرفش. بوم. فين بنتي يا ابن الكلب؟ معرفش كمان. بوم. قال لها الرئيس هو المسؤول عن كل حاجة، وقال لها مكانه كمان. هتسيبيني بقى؟ طيب مع السلامة. وعلى الحظ يا جماعة لقت بنتها جوه العربية، خدتها بسرعة على البيت. الشرطة هنا وصل ليها اللي حصل مع سليفان والرجالة بتاعته، وهي روحت على البيت ببنتها. شاف الظابط بلغ عنها. خدوا بالكم يا جماعة، الظابط ده شكله مرتشي وعرة وابن عرة، لأنه بعت فرقة تقبض عليها. حتى اللي معاه دول بيقولوا له دي كانت بتدافع عن بنتها يا معلم، وبعدين دول عصابة خطف البنات، يعني يحصل لهم اللي يحصل لهم. قال لها ما يهمنيش، دي ست خطيرة ولازم تموت او نقبض عليها. وفعلا بعت ليها فرقة مسلحة وهو بيكلمهم اول ما تشوفوها اشتبكوا معاها على طول. هنا بقى بيوصل قائد الجيش ده وبيقول له لو انا مكانك ما كنتش اعمل كده. بتقول ايه؟
قال له انت ما تعرفش هي مين وايه اللي تقدر تعمله، وفرقتك دي ولا حاجة بالنسبة ليها. احسن لك وليهم ترجعهم تاني دلوقتي. رجعهم ليه؟ قال له ده امر مباشر من الجيش بعد ما التعرض ليها، يلا رجع ناسك. قال لهم وقفوا العملية، انسحبوا ومشوا يا جماعة. هنا بقى فيكي سابت بنتها لوحدها وراحت تجيب حاجات ليها عشان تعالجها بيها. طبعا الفرقة شافتها وكلموا المعفن ده، قال لهم اقفلوا الكاميرات وخلصوا عليها. علم يا سيدي. ومشوا وراها، وطبعا هي حست، دخلت المكان ده ودخل وراها وتريها مستنياهم فوق السطح. أكلت البط بتاعها وكانت مستنياهم عشان تروقهم. نسيبهم لحظة كده ونرجع للعقيد لافيل اللي هو مسؤول عنها، يعني بيقول لهم أنا رئيسها في الجيش لفترة كبيرة وأنا الوحيد اللي أقدر أمسكها ومن غير ما يحصل دم. وهم لسه بيتكلموا ظهرت على الشاشة قدامهم نداء استغاثة. بس عاوزين فرقة إنقاذ وإسعاف بسرعة للفرقة اللي كانت رايحة تقبض عليها. شكلها روقتهم يا جماعة. وبالفعل ظهرت على الشاشة بعد ما ضربت الفرقة كلها بتاع الظابط المعفن ده. قام لافيل باصص له، انت عملت ايه يا معفن انت؟ وكلم هو فيكي، ارجعي واحنا هنحميكي. قالت له دول خطفوا بنتي وعذبوها، معلش عشان خاطر ارجعي. قالت له ده عندها، واياكم تبعتوا حد تاني ورايا. الراجل بتاع العسل بينادي بره، الزلعه ب 10 جنيه لو حد عاوز يعني. واللي ما عملش لايك يلحق يعمل لايك بسرعة ويلحق نفسه. رجعت على البيت يا جماعه، لقت بنتها اختفت تاني. يا حزن الحزن يا ابو ربيع. والظابط التافه ده كان جوه، قال لها انا شفتها بتطلع من البيت ما اعرفش ليه. وهنا قررت تنهي الكلام كله من فوق، يعني الراس الكبيره لازم تتقطع عشان ترجع بنتها تاني. وهنا اكتشف ان الظابط المعفن ده كان مرتشي وشغال مع المنظمه دي. اكيد انت اللي عملت كده فيا، مش هسيبك. قام روقه. هنا بقى راحت فيكي على الفندق مقر المنظمه والراس الكبيره ده بيقول للرئيس الشحنه الجديده من البنات وصلت. هنا الضابط ده بيقول للعقيد كل اللي بيحصل ده يا جماعة عشان فتاة واحدة بس، يعني دول 3 اتقتلوا ولا 5، 13 واحد اتقتلوا من المنظمة. طب ليه ما يرجعوش البنت وخلاص يعني؟ لافيل قال لهم ليس بهذه السهولة، في سر يا جماعة هنعرفه في الآخر. نرجع لفيكي اللي بتعمل حركة حلوة دلوقتي عشان تولع في مصدر الطاقة اللي داخل للفندق. ودخلت المعلمة جوه. سلام يا صاحبي. وقفلت الكاميرات. هنا فتحت الغاز. في اللحظة دي انفجرت الكهرباء بره وقطعت في الفندق كله. It fails. الكل بدأ يتحرك. أين هي؟ أين هي؟ انتوا مالكم؟ مال اللي جايبينكم؟ دخل شوية هنا بالغاز ولعتهم وكملت على الباقي. طلعت تنادي على بنتها وتطلع البنات الموجودة في المكان. انت فين يا جهاد؟ تعالي لي يا بنت عشان محتاجاكي. ودخلت المنطقة دي بالرشاشات والمسدس تخلص عليهم. قابلت 1 و2 تعبوها شوية من الضرب، وبالسلك خنقها. اتخلصت من واحد برجليها وقدرت تخلص على التاني برضه بكل افتراء. الريس هنا والواد اللي معاه ده خلاص سامعين الضرب اللي بيحصل في رجالتهم بره على السلم. خليك انت جوه يا ريس، هخلص عليها وارن عليك. بوم. والدفنة بعد صلاة المغرب مات المعلم. كده دخلت على الزعيم ومعاه بنتها ماسكها ورافع عليها السلاح، لسه بيكلمها ويقول لها نهدى شويه ونعمل اتفاق، راحت مدياله واحده في الدماغ. بوم. وخدت بنتها على المستشفى يا جماعه اللي اسمها كلوي، والدكاتره شغاله. وبعد شويه بنشوف قاعده جنب بنتها. يا دنيا يا بنتي. هنا بقى يلا نرجع للعقيد لافيل والسر اللي احنا عاوزين نعرفه. عقيد لافيل هنا بيكمل كلامه عنها وبيقول لهم الموضوع مش سهل. ليه؟ لان فيكا اصلا لقت بنتها من اسبوع كانت ميتة.
وبسبب كده جالها انهيار وخدناها على المستشفى وخدت علاج كبير. جسمها خف من الجرح ولكن عقلها ما تقبلش موت بنتها، وقالت لي لازم اخرج دلوقتي عشان ادور على بنتي. قلت في عقلي بالي انت دماغك خف ولا ايه يا فيك؟ معنى كده ان هي كل ما تنام بتصحى على المرحلة دي من البداية كل 72 ساعة، وبالتالي لما بتصحى وتفوق على الصدمة ديت بتظبط المنبه بتاعها على 72 ساعة اللي هي لازم ترجع فيها بنتها، واحنا من ساعتها مش قادرين نوقفها، وتريها بتنقذ بنات تاني فعلا يا شباب. يعني بنات تانية مش بنتها اصلا، بنات تانية مخطوفة، بس هي طبعا بتحسبها بنتها لان عقلها الباطن بيخيل لها ان هي دي بنتها. حتى البنت اللي انقذتها من شوية ما كانتش بنتها. طيب كويس، يعني هي مش هتوقف ابدا تنقذ البنات دي وتقضي على المنظمات المخيفة دي. ذا بروتكتور. وخلص فيلمنا يا جماعة، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، ويلا سلام. وانت مش هتخسر حاجة لو عملت لايك دلوقتي.